أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائما يعني المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل. هذا أصبح شيء يعني لازم بالنسبة لنا كسعودية وكمنتخب سعودي. لكن أنا أعرف مجموعتنا صعبة هالسنة في كأس العالم، فما حد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز. فاللي بيقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة. مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز أو تعادل. اللي نبغاه منكم أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل. فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر حتى على أدائكم الطبيعي. عبد العزيز، الله يطول عمرك. طال عمرك، انتم الاساس في الدعم كله. طال عمرك، واتوقع الشباب بيض الوجه في التصفيات وكانوا قد المسؤوليه، وان شاء الله بيكملون هالمسيره في تمثيل المنتخب في كاس العالم ان شاء الله. وهم وعدوني الله يحييك انهم بيقدمون اقصى جهدهم انهم يقدمون شيء يليق بالمنتخب. أنا يهمني يستمتعون في هالثلاث مباريات، وهذه فرصتهم الله. بإذن الله إن شاء الله موفقين إن شاء الله، ودعواتنا معكم، ونتابع كل شيء إن شاء الله أول بأول. بكرة أتوقع أنها مباراة قوية. كلكم تعرفون مستوى اليابان، كلكم تعرفون حتى لو أن هزم ضد عمان هذا لا يعني أن الفريق ضعيف أو شيء. شدوا حيلكم وسووا اللي عليكم، كلكم رجال، كلكم تعرفون وش مطلوب منكم. ما أحتاج أعيد عليكم أي شيء، وإذا فزتوا تسعدون الجميع، وإن شاء الله نحن نتأهل بأفضل مستوى نقدر نتأهل عليه. وأنا متأكد أنكم قد المسؤولية وقد أنكم تأدون هذا الشيء. Give 100% and more. النتيجة بعلم الغيب والتوفيق بيد الله. اللي بيدنا حنا ان نسوي كل اللي بيدنا. احنا خطينا خطوتين جدا ممتازة، اليوم هذه يمكن تكون اهم خطوة. And I don't want to leave this country without two great qualification. الملعب اليوم 60,000، ما في تذكرة بقت. Here I can speak, I can talk, I can do my movement, I can do anything. It's because of you we are playing well. Allez, for your country, for your family, for everyone from here, guys. Allez, let's go. All the best. هذه مباريات كبيرة، احنا نلعب مع منافس، يعني اللي ما يطلع شخصيته وثقته ويطلع امكانياته في هذه المباراة انا ما احتاجه في المباريات السهلة، انا ابغاه في المباريات هذه. تلعب بثقة، تلعب بامكانيات، تطلع كل شيء عندك، تلعب بثقة مهما تغلط في المباريات الكبيرة، اذا ترجع انت لاعب كبير، تغلط تطلع برا المباراة، جو المباراة ما عندك ولا شيء، انا كذا ما احتاجه. عادي تغلط في مباراة كبيرة لكن ترجع وترجع وترجع وتصير اقوى وتطلع لي امكانياتك كلها في هذه المباراة. ناخذ 3 نقاط ونرجع الغرفة مبسوطين فرحانين. يلا بسم الله.